السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعينا. دلوقتي هنقدم أحداث جديدة من مسلسل إليف. حلقة النهاردة بتبدأ على أسومان وكونجا، وبتكون أسومان بتفهم كونجا إن سردار ممكن من النهاردة يهتم بيها بعد طبعا ما يتأكد إنها حامل منه وأكيد هتجيب له طفل. لكن كونجا بتقول له إنها مش عايزة يهتم بيا ولا كمان عايزة أعيش معاه، وأسومان بتقول لها إن هو أكيد هيصرف عليكي، وكونجا بتفهمها إنها أصلا هي اللي كانت مسؤولة وفي كل الفلوس دي بتاعتها هي، وإن ده ورثها من نجدت، وإن سردار طول عمره بيخدعها وكمان بيكذب عليها. وأسومان بتفهم إن كل المال تبع كونجا، وبتقول إن أنا لازم أستغلها ولازم أخد منها كل الفلوس اللي أنا محتاجاها. بعد كده الست عالية وملك وزينب بيكونوا قاعدين وبيتكلموا عن موضوع سليم، وبيقولوا كويس إن إحنا قدرنا نلحق المحامي ده، وإن هو فعلا هيخرج لنا سليم في أقرب وقت، وإن إحنا كمان ما بعناش المزرعة، وإن الفلوس دي ساعدتنا. طبعا الست عالية بتكون زعلانة جدا لأنها مخبية عنهم إنها رهنت المزرعة بالفلوس دي، وبتبقى متضايقة وخايفة طبعا من اللي هيحصل إنها تفقدها فعلا. بعد كده أسومان بيجي أركوت للبيت وبيتفاجئ إن كونجا موجودة، وبيكونوا غضبان وبيقول لها إن الست دي لازم تمشي من هنا، وهي لازم تختاريني يا تختاريها هي، وإن مستحيل اللي طردتني من بيتها وخلتني أسيب شغلي أسيبها جوا بيتي. لكن أسومان بتقول له إننا محتاجين فلوس وإنها معاها فلوس كتيرة ولازم نستغلها. لكن أركوت بيقول لها إن أنا مش عايز فلوسها القذرة دي، وفعلا بيمشي وبيسيب أسومان. أسومان بعد كده بتدخل لكونجا وبتقعد معاهم ومبترضاش تحسسها بأي حاجة، وبتقول لها إن أركوت جه لكن رجع على شغله تاني، وبتغطي كونجا وبتقول لها إنك لازم ترتاحي. بعد كده ملك بتكون قاعدة حزينة وبتفكر وبتقول يا ترى هنعمل إيه في كل الخسارة اللي عمالة تواجهنا، وكمان لأنها خلاص هتاخد قرارها إنها لازم تسيب الشغل بعد ما اتأكدت إن فيصل هو اللي طاعن جوهر وإن هو قريبها وما ينفعش تقعد في المصنع. بعد كده بيجي سليم وهما واقفين قدام القصر ومعاه ملك وزينب، وبيفضلوا يعاتبوا في الست عالية إنها السبب، وكلهم بيرموا اللوم عليها ملك وسليم، وبيفضلوا يقولوا لإليف إن جدتك هي اللي خسرتنا كل حاجة، وبيقول لمامته إن أنت السبب وإنك المذنبة في كل شيء. بعد كده الست عالية بتكون في كابوس وبتحلم إن هما بيتهموها إنها السبب في كل الخسارة، وبتقول إن ده يمكن إنذار ليا ولازم أسترد كل حاجتي ولازم أحافظ على فلوسي علشان أوقف المزرعة تاني على رجليها وأرجع كل حقوقنا. ملك بعد كده بتكون في شغلها وبيهتموا بكل الطلبيات اللي كانت راجعة اللي فيها عيوب، وبتقول إننا لازم نكون إيد واحدة ولازم نخلص الشغل ده في أقرب وقت. وبتبقى البنات مرتاحة جدا مع ملك وفرحانين بيها وكأنه مرتاحة. ولما المديرة مشيت ملك بعد كده بتكون واقفة مع أيسل وبتفهمها إنها لازم تسيب الشغل ده لأنها مضطرة تعمل كده، وبتكون حزينة لأن مفيش أصلا أي باب مفتوح ليها للشغل تاني. بعد كده الست عالية بتبعت للراجل اللي اسمه حسن اللي هو أصلا شغال معاهم طول عمره، وبتقول له إننا لازم نبدأ في شغل المخازن تاني ولازم نبنيها من جديد ولازم نرجع كل حاجة ونوقف على رجلينا تاني، وبتكون أخدت قرارها إنها لازم تهتم بكل حاجة. بعد كده أميد بيوصل لشركة سردار وبيتأكد إن هو مش هناك، وبيفهمهم إن هو المحامي تبعه ولازم يدخل. على طول بيدخل على مكتب سردار وبيفتح اللابتوب وبياخد كل المعلومات عنه. بعد كده فيصل بيكون واقف مع يوسف وبيحذره إن الشخص اللي اسمه جوهر ده لازم يحذر منه لأنه اتهجم عليه وكمان كان هيطعنه بالسكين، وإن فيصل عمل فيه كده بسبب إنه كان بيعاكس مراته. بعد كده بتيجي ملك وبتسمع كلام يوسف وفيصل وبتتفاجئ إن جوهر جاي، وبيقول لفيصل إن أنا لازم أنتقم منك وإني مش هعديها لك أبدا. وفيصل بيقول له إن أنا قدامك ولازم تعمل كل اللي أنت عايزه. وكمان بيسأل ملك أنت ليه واقفة هنا، وقالت له إن فيصل ده قريبي وإن لازم أنفصل من الشغل. وقتها جوهر بيتعصب جدا وبيقول لها أنا أصلا هطردك لأنك بتتحالفي معاه، وانتوا اكيد مدبرين لي المصيبه دي وكنتوا ناويين تعملوا فيا كده. ملك وقتها بتتضايق جدا لانها كانت عايزه تستقيل من الشغل قبل هو ما يطردها. بعديها جوهر بيروح على شغله وهو بيتفاجئ ان البنات كلهم بيقولوا له ان ملك هي اللي دارت الشغل من يوم انت ما مشيت، والمديره كمان سابتنا، وانها السبب في ان كل الطلبيات دي خلصت في ميعادها وانها دايما ايدينا بايديها. وقتها جوهر بيندم ان هو فعلا قال لملك انك ما ترجعيش الشغل تاني، وبيحس ان هو هيخسر مصنعه بسبب طرده الملك. ملك ويوسف وفيصل بعد كده بيكونوا واقفين وملك بتكون محتارة هتعمل ايه، لكن خلاص بتكون لازم هتمشي من المصنع ومش هترجع تاني. وميد بعد كده بيكون خرج من شركة سردار بعد ما اخد كل المعلومات اللي هو عايزها، وطبعا بيكون اخد كل المعلومات اللي بتثبت ان سردار ليه حقوق واكيد هياخدها هو كمان. وبعد كده بيبلغ الشرطة عنه علشان يتسجن، وبيقول ان الشركة دي نصابة وان هو بينصب على الناس واخد كل فلوسهم. بتيجي الشرطة بعديها على طول وبتروح تقبض على سردار وبتقول ان بلاغ جاي في الشركة دي انكم بتنصبوا، وسردار
بيخرج وبيكون متفاجئ ومش متخيل ان حد مبلغ عليه، وفعلا الشرطة بتاخده وبتسجنه علشان أميد بلغ عنه. ملك بعد كده بتكون واقفة قدام مدرسة إليف ومستنياها انها تخرج. وقتها جوهر بيدور عليها وفعلا بيوصل ليها وبيفضل يترجاها ويتأسف ليها عن اللي حصل، وبيقول لها ان انا كنت غضبان وما كنتش في وعي وارجوك ترجعي تاني للمصنع. لكن ملك بترفض وبتقول له ان انا مستحيل ارجع تاني بعد اهانتك ليا، وان انا اصلا كنت طردتني او ما طردتنيش انا كنت هسيب الشغل. وبتبقى مش حابه ابدا انه يتحكم فيها وكمان طردها بنفسه وبعدين ترجع. ملك بعد ما بتدخل تاني إليف بعد الفسحه على طول بتروح وبتقول ان ليا اغراض في المصنع ولازم اخدها، وفعلا بتكون مضطره لكن بتكون خايفه انها تواجه هناك حد تاني. وفعلا هتروح للمصنع لكن بتتمنى ان جوهر ما يشوفهاش هناك، وبتروح فعلا وبتلم كل حاجتها وبتتفاجئ ان جوهر موجود وبيقول لها كنت عارف انك هتوافقي. لكن ملك قالت له ان انا مش راجعه للشغل لكن باخد كل اغراضي. بيزعل جدا وبيتضايق لكن كل البنات بيفضلوا يترجوها انها تفضل، وبيقولوا لها ان الشغل من غيرك اكيد مش هيمشي. وطبعا جوهر بيفضل يتحايل عليها هو كمان. ملك وقتها بتحس ان المكان فعلا محتاجها وان كل اصدقائها ممكن يسيبوا الشغل بسببها. فعلا بتتواضع ليهم وبتقول لهم ان انا هقعد علشان خاطركم. وقتها كلهم بيتبسطوا ما عدا البنت يالتز اللي هي اصلا بتكرهها لانها كانت بتتمنى انها تكون مديرة المصنع بعد المديرة ما تمشي. بعد كده أميد بيروح لأرزو وبيقول لها ان انا عندي ليكي خبر جميل واننا لازم نسهر ونسكر براحتنا النهارده. أرزو بتكون طبعا متحمسة جدا للخبر وبيفهمها ان هو بلغ عن سردار وان الشرطة اخدته. أرزو بتتبسط جدا وبتحضن أميد وبتقول له بجد انت نزلت لي من السما. وبيكونوا طبعا الشياطين الاتنين اتجمعوا على بعض وبيفكروا سوا. وبتتبسط أرزو وبتقول له اخيرا كونجا خسرتها وكمان سردار اتسجن واخدت كل املاك بابا. وبيكون أميد اكيد بيخطط لحاجة تانية واكيد هياخد كل ممتلكات أرزو. ملك بعد كده بتكون خلاص استلمت شغلها ولبست الزي الرسمي للمديرة، وبتكون بتطلع على كل حاجة وبتساعد البنات بإيديها غير المدير التانية خالص. وطبعا جوهر بيكون واقف وسامع كل حاجة وشايف بعيونه ان ملك فعلا بتساعدهم، وبيتبسط جدا وبيكون ندمان ان هو واجهها بشكل سيء وكمان كان هيطردها من الشغل. وكل البنات بيكونوا متحمسين وفرحانين جدا بوجودها مع يالدز. وميد بعد كده هو وأرزو بيكونوا قاعدين وبتشكره وبتقول له ان انت رجعت لي روحي ورجعت لي كل حاجاتي وان انا بجد مش هنسى الجميل ده كله وان انت بجد انسان جميل وكمان عوضتني عن كل حاجة. وأميد بيقول لها ان انا مستعد اعمل اي حاجة علشان خاطر حبي ليكي. كونجا وأسومان بعد كده بيكونوا قاعدين وكونجا بتقول لها ان انا نفسي في البيتزا لان ده شهور الوحم وبجد نفسي اكلها. لكن أسومان بتستغلها وبتقول لها ان انا ما معيش اي فلوس لحد ما كونجا بتطلع بطاقتها وبتقول لها ان الفيزا دي موجودة فيها فلوس وممكن تستغل كل حاجة وتصرف اللي انت عايزاه. أسوان بتتبسط طبعا لانها ده اللي هي عايزاه وعايزة تمتلك حاجات كتيرة من كونجا وكمان تستغلها. أميد بيكون لسه بيكمل كلامه مع أرزو وبتقول له فاضل بقى انا وانت هنعيش سوا وكمان نخسر كل حاجة وكونجا دي كمان ننتهي منها. وبيقول لها ان انا تحت امرك وكل اللي انت عايزاه لازم البهولك، انت بس امريني وقولي لي كل اللي انت محتاجاه واكيد انا هساعدك. وبتكون أرزو طبعا اخدت أميد ده كمساعد ليها وكمان لازم يرجع لها كل انتقاماتها، لكن في النهاية اكيد هيضحك عليها وهيستغل كل حاجة لصالحه هو. وبكده نكون خلصنا اخر احداث حلقة النهاردة. لو عايزين تعرفوا احداث جديدة استنونا فيديو جديد.